كلنا بنردد لبيك اللهم لبيك، بس مين يعرف القصة وراها؟ عندكم عزومة أول يوم العيد ومش عارفين تعملوا إيه؟ تعالوا أوريكم. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعوا لفلسطين والسودان وعيدوا عليهم لو تقدروا. أمر ربنا سيدنا إبراهيم إنه يبني بيت الله الكعبة، وطلب سيدنا إبراهيم من سيدنا إسماعيل ابنه إنه يساعده، ولما خلصوا بناء الكعبة طلب ربنا من سيدنا إبراهيم إنه ينادي للناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال له سيدنا إبراهيم: يا رب، وأين يبلغ صوتي؟ يعني أوصل صوتي لحد فين؟ أو أنادي عن كم واحد؟ فقال له ربنا: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. فطلع سيدنا إبراهيم على مقام المسجد وقال: أيها الناس، ألا إن ربكم قد بنى لكم بيتا وكتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم. فردوا عليه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومعناها إنهم هيطيعوا أمر الله ويستمروا على إقامته. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرددها كتسليم وإخلاص لوجه الله تعالى. لبيك اللهم لبيك لبيك. وانا صغيرة كنت بعرف ان العيد قرب لما اسمعها في الراديو بتاع جده، واسمع جده وهو بيكبر تكبيرات العيد. وبالنسبة للوصفة دي احلى طريقة تعملوا بيها اللحمة الباردة. يا رب تكون الاكلة والقصة عجبتكم. كتبتلكوا الطريقة والمكونات تحت في الكابشن، واكيد ما تنسوش تعملوا لايك وفولو. شوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوني في حلقة جديدة.